يا مساء الخير. مباراة الأهلي وفاركو دي مباراة الصواب والعقاب، الجنة والنار، ودي عبارات تفسيرها إن العدل أساس الملك. إليو ديانج إيه اللي تشيله وتنزل احمد نبيل كوكا؟ مع احترامي لحضرتك يعني كان بيس الكوره المصريه لما نزل عمل ايه؟ ده مفيش باص طلع صح من رجله، رميه التماس اداها لهم. وهنا بقى الصواب والعقاب، ربنا عاقبك ان انت بعد الدقيقه 60 احرزوا فيك هدف. فرقه فاركو دي لو فيها 2 لعيبه بيعرفوا يلعبوا كوره كانوا احرجوا النادي الاهلي. سلبيات النادي الاهلي اكتر من ايجابياته، بنهايته قبل بدايته. مستر برابيرو لما بيفكر الكارثه هنا، في ناس كده لما تشغل دماغها الكارثه تحصل. انما انت جاي تكلمني عن 90 دقيقه كمجمل النادي الاهلي مش هو، لا مش حلو النادي الاهلي، واللي يقول لك حلو النادي الاهلي يبقى مضحوك عليه. هو الحلو في الموضوع احمد سيد زيزو، هو ده نجم الكلام. الحلو في الموضوع محمد بن رمضان بلمسات ابو تريكه برقم 5 مع المنتخب. الاحلى والاحلى اشرف بن شرقي بيلعب 90 دقيقه. سبحانك يا رب، انا بس ما كنتش هلعب في اعدادات الفرقه، انا اشيل محمد شريف وانزل جريديشار فقط لا غير. عايز اسيب تريزيجيه اسيبه عشان يجيب لك مرض صراحه يعني، لكن لو انا عايز اشيله انزل مكانه طاهر محمد طاهر. طاهر مش عايز انزله، انزل مكانه احمد رضا وازق احمد سيد زيزو جناح يمين واخلي رضا على الدايره. لا لازم تفوق، انت كسبان فاركو 4-1، فاركو دي تكسبها 40.